أعزائي المستمعين، فيلم النهارده بيتكلم عن واحد لازم يحاول إنه يخلي قلبه ينبض بسرعة عشان ما يموتش، فبيفضل يجري ويتنطط ويروح ويجي عشان ما يموتش. فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم بالبطل بتاعنا اللي بيفوق في بيته وبيكون واضح عليه إنه دايخ يعني، وبيشوف الاسطوانة دي اللي عليها لفظ خارج فبيحطها في المشغل وبيفتحها، فبيطلع له اسمه إيه ده وبيقول له إيه يا تشيليوس، شغلت الفيديو؟ ماشي. أنت عامل إيه دلوقتي يا تشيليوس؟ مش قادر تتحرك كويس ولا عارف تتنفس، مالك يا تشيليوس؟ أنت عارف ده بسبب إيه؟ وبيحقنه بالحقنه دي وهو مغمى عليه في الفيديو، وبيقول له انت طبعا ما تعرفش ده ايه، انا هخلص عليك يا تشيليوس، اللي انا اديتهولك ده هو عباره عن سم صيني، واللي انا اعرفه ان انت قدامك ساعه واحده ومع السلامه. فتشيليوس بيتقفل وبيقوم بيمسك التلفزيون وبيرزعه في الارض وبيخبطه رجل في رجل، بيفضل يخبط فيه برجله يعني، وواحده كمان اهي بس، وبيطلع جري من شقته وبيدخل جراج العربيات وبينط من فوق العربيه دي. فاسمه ايه ده بيطلع منها وبيقول له انت ايه اللي انت عملته ده متخلف، بتنط من فوق عربيتي ليه؟ فبيركب عربيته وبيرجع لورا بيعدي عليه وبيطلع على الطريق، وفي الطريق بيرن على حبيبته بس ما بتكونش موجوده في البيت، فبيرن على الدكتور اللي بيتعامل معاه والسكرتيره بترد عليه وبتقول له الدكتور مش موجود دلوقتي. فبيقول لها طب هو فين؟ قالت له ما اعرفش، هقول له مين؟ قال لها قولي له ان جيفتشيليوس بيموت ان ما كانش مات اصلا. وفي الطريق وهو سايق بيهبط شويه وبيشوف الدنيا ملغوشه قدامه ونبضات قلبه بتبدا تبطأ، فبيدوس بنزين جامد والادرينالين بيعلى في جسمه، وبيرن على واحد وبيقول له انت كنت فين يا صاحبي امبارح؟ انا كانوا بيحاولوا يقتلوني. فقال له مين؟ قال له ليكي فرونو، حقني بسم وانا دلوقتي خرجت عشان ادور عليه، انت لو شفته اتصل بيا على طول، سامع يا كايلو؟ دور عليه. فقال له ماشي، وبيسوق لحد لما بيوصل للبار ده وبيدخل بيثبت الواد ده بالسلاح وبيزقه لجوه الحمام، وبيقول له فين فرونو يالا؟ فقال له انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه. قال له فين يالا؟ فقال له ما تهدى يا عمنا في ايه؟ قال له الاقي ريكي فرونو فين؟ فقال له ما اعرفش. قال له انطق يالا بدل ما فرتك دماغك. فرجالته بيكسروا الباب وبيدخلوا بيرفعوا اسلحتهم على تشيليوس، فاسمه بيهديهم وبيقول لهم على الهادي يا رجاله، خلونا نعرف بس هو عايز ايه. بص يا جيف انا ما بتعاملش مع ريكي فرونو. فقال له لا انت تعرف انت. قال له هو شغال في مكان تاني ما نعرفش فين، عشان هو ما احترمش الشغل بينا وفي الحقيقه خني وعليه ليا $7500، فانا ما اعرفش هو فين، لاني لو كنت اعرف كنت رحت خلصت عليه. فقال له ماشي، والدنيا بتبدا تلف بيه وبيركن على الحيطه. فاسمه بيقول له ماله؟ قال له لازم الاقيه. فقال له اعمل لك ايه؟ قال له هات لي كوكا. مش كوكا كان يا عزيزي المستمع، هو يقصد الكوكا التانيه اللي هي البودره. فقال له طيب مع انك جيت هنا وهنتني بس ماشي، انا اللي هديهولك ده مش ببلاش على فكره. فبيطلع له قرشين من جيبه وبيديهم له، فبيرمي له الكيس على وشه وبيقع في الارض. فجيف بينزل على الارض وبيفتح الكيس فبيتبعتر، فبيفضل يسف البودره من على الارض. واسمه بيقول له انت ليه بتدور على فرونو؟ قال له عشان بيحاول يقتلني. قال له عشان قتلت دون كيم؟ فقال له انت عرفت منين؟ قال له انا عارف انك بتنفذ على طول. فقال له اه فعلا بنفذ على طول زي ما انا هنفذ دلوقتي. وبيمسك واحد من رجالته بيقوم خبطه بالدماغ وبيطلع يجري لبره والرجاله وراه، وبيركب العربيه بتاعته وبيهرب منهم. وفي الطريق تليفونه بيرن وبيكون ريكي فرونو وبيقول له الله انت لسه ما متش؟ فقال له انا جاي لك عشان اخلص عليه. قال له انا مستنيك عشان اشوفك بقى هتعرف تجيلي عايش ولا هتجيلي جثه، السم ده هيخلص عليك يالا. والشرطه بتبدا تطارد جيف على الطريق، فبيقفل مع فرونو وبيكلم الدكتور وبيقول له انت ايه اللي اخرك كده؟ انا بموت، دول سمموني بسم صيني. فبيقول له انت حاسس بايه؟ قال له حاسس كده ان حركتي بتبقى بطيئه ومش شايف كويس، بس انا دلوقتي تمام يعني. فبيقول له انت فين دلوقتي؟ فبيقوم جيف داخل في المول بالعربيه وبيسوق جوه، وبيقول له انا في المول والشرطه ورايا، وبيفضل يخبط في اي حاجه قدامه وبيكسرها. والدكتور بيقول له بص يا جيف، هي شكل كده الماده اللي ادوها لك دي بتبطئ حركه القلب لحد ما توقفه خالص، فالحل الوحيد دلوقتي انك تفضل تتحرك ما توقفش عشان ضربات قلبك تفضل شغاله. فجيف بيتقلب بالعربيه على السلم المتحرك وبيطلع منها، والدكتور بيقول له سامعني يا جيف لو وقفت هتموت. فقال له طيب احاول ان افضل اتحرك عشان احافظ على نبضات قلبي. وبيفضل يجري في المول لحد لما بيطلع من الباب الخلفي وبيروح يركب التاكسي ده، وبيقول للسواق اتحرك. قال له على فين؟ قال له اتحرك بس. وبيكون السواق مشغل مهرجانات فبيقول له علي شويه، فبيعلي الصوت وجيف بيفضل يروح ويجي مع المزيكا عشان ما يدوخش، وبيقول للسواق وقف هنا وياك تتحرك دقيقه واحده وجايله. وبيدخل السوبر ماركت ده وبيشد الكاشير بيجيبه على الارض وبيثبته بالسلاح وبيقول له لو عايز تموت امنعني. وبياخد كيس وبيلم كل اللي يقدر عليه من مشروبات الطاقه اللي موجوده في المكان وبيرجع للتاكسي تاني. وبيكون اسمه ايه ده نزل حمام السباحه عشان يعوم شويه، فبيلاقي جيف نط تنزل له، فبيطلعوا هما الاثنين على سطح الميه. واسمه ايه بيقول له جيف ايه المفاجاه الحلوه دي؟ فقال له انا في مشكله كبيره دلوقتي. قال له ما انا سمعت. فقال له طيب طالما كده بقى ماشي، بص يا كليته انا عايزك تساعدني عشان انا ما عنديش وقت كتير، حاول تشوف لي دواء مضاد او حاجه زي كده. فقال له انا اجيبه لك منين؟ ده سم صيني ملوش دواء
مضاد. وبصراحه بقى انا مستغرب انت ازاي لسه ما متش. فقال له طب دور على فورونو وامسكه هو ورجالته واحبسهم لي عندك. قال له فورونو انت بتهزر انساني، انا بحبك يا جيف، بلاش تتغابى عشان انت كده كده ميت اصلا، السم ده قوي جدا. فقال له ما انا بحاول ان افضل عايش. قال له لا لا كلام فاضي. فقال له خلاص ماشي مش عايز منك حاجه. وبيطلع بره البول وبيخبط الترابيزه دي بيوقعها. وبينزل لسواق التاكسي فبيقول له ما تدخلش العربيه. قال له ما انا اديتك $200 من ربع ساعه. فقال له هدومك كلها ميه. فبيقول له ماشي. وبيقوم ماسكه جايبه على الارض وبيركب العربيه وبيطلع بيها. وفي الطريق تليفونه بيرن وبيكون الدكتور وبيقول له انا اتاخر شويه على ما اوصل البلد، بس السم ده بيأثر عليك ولازم تاخد له مضاد حيوي عشان يخلي حالتك مستقره شويه، فروح صيدليه ولا حاجه وهات المضاد الحيوي وحقن نفسك بيه بس بمعدل 10 مللي جرام بس. فقال له طيب عرفت اسم الدواء. وبيقفل معاه وكايلو بيرن عليه فبيقول له ايوه في ايه. فقال له انا جيف شفت اخو فورونو داخل المطعم. فبيقول له تمام انت فين، خليك عندك انا جاي لك. وبيوصل عنده بيقول له هو جوه اكيد، طب حد تاني معاه. فقال له لا. فبيدخل جوه يدور عليه واخو فورونو بيشوفه بيقوم يروح وراه وبيدخل للمطبخ وبيطلع السلاح وبيطلع من الباب الخلفي وبيجي يبص وراه فبيلاقي جيف خبطه بساطور في ايده اللي فيها السلاح بيطيرها له وبيخبطه بالرجل وبيقول له اخوك فين يالا. فبيقوم ماسكه وزقه على الزباله دي وبيخبطه باليد في وشه. فكايلو بيجي بالبتاع اللي بتفرد العجين دي وبيخبطه بقى على دماغه فبيسيب جيف وبيقوم له. وجيف بيجي يضرب عليه نار بس بيلاقي السلاح قاطع رصاص فبيقوم بيمسك السلاح اللي كان في ايده اللي طيرها له بيقوم مفجر له دماغه وبيطلع التليفون بتاعه من جيبه وبيرن على ريكي فورونو. فريكي بيرد وبيكون فاكره اخوه بس بيلاقيه جيف وبيقول له ما تجيلي انت عشان اخليك تحصل اخوك. فقال له مين معايا تشيليوس. قال له روق بس اخوك حاول يقتلني بس انا سبقته في ده. فقال له انت المفروض تكون ميت اصلا. قال له بس السلسله اللي على رقبه اخوك دي عجباني. فقال له دي بتاعت جدي واديها لابويا يا بليل، بس خلاص ماشي مش عايزها خليها لك. فقال له مش فارقه انت المفروض تيجي تدور عليا، انا خلصت على اخوك. فبيتعصب وبيفضل يخبط التليفون في الترابيزه. وبعدها جيف بيروح المستشفى وبيدخل الصيدليه اللي في المكان وبيقول للدكتوره انا عايز دواء بيبدا بحرف الاي. وبيكون ناسي اسم الدواء وبيحاول يوضح للدكتوره وبيقول لها ده بخصوص امراض القلب ومعرفش ايه والكلام ده لحد ما هي بتقول له على اسم الدواء. فبيقول لها ايوه هو ده. فقالت له طب لحظات بس. واسمه اللي واقف ده بيقول له اللي انت طالبه قدامك اهو، ده بخاخ للمناخير. فجيف بياخد له كام علبه كده من البخاخ ده وبيطلع بره وبيفضل يشد فيهم والامن بيشوفه وبيروح وراه. فبيقوم داخل الاوضه بتاعت الراجل العجوز دي وبيستخبى جوه والامن لما بيدخل له ما بيلاقوهوش وبيكون مستخبي في الدولاب ده. وبيطلع وبيكون لابس اللبس اللي بيلبسوه المرضى لما بيدخلوا العمليات وبيطلع في الطرقه وبيكون حاطط المسدس تحت باطه مخبيه بس الامن بيشوفه بيقول له خد يالا. فبيطلع يجري في الطرقه والامن بيكون وراه وبيروح للجماعه اللي داخلين جري بالمريض اللي عنده مشاكل في القلب ده وبيرفع على الممرض السلاح وبيقول له هات لي اسم الدواء اللي انا مش هقوله. فبيفضل يدور له عليه وهم بيجروا بالمريض لحد ما بيقوموا متكعبلين واقعين والامن بيقولوا له ارمي السلاح اللي في ايدك ده. فبيضرب نار عليهم بيهوشهم وبتيجي في المحلول ده والممرض بيطلع له الدواء اللي هو عايزه فبيقول له صدمني بالكهرباء خلص. فبيشغل الجهاز وبيديله صدمه بترده لورا في الاسانسير والامن بيجي فبيهوشهم بالسلاح وبيقوم طارد اسمه ده بره وبيقفل الباب وبيقعد على الارض وبيطلع الحقنه لان الدواء ده في منه بخاخ ومنه حقن وبيخبط على دراعه وبيطلع الوريد وبيحقن نفسه. ولما بينزل بيطلع جري من الاسانسير وبيفضل يجري في الشارع جري سريع وعشوائي وبيتسابق هو والزمن. والدكتور بيرن عليه وبيقول له جيف خدت الدواء اللي قلت لك عليه. فقال له خدته. قال له انت خدت الجرعه كلها مش كده. فقال له اه. قال له شاطر يبقى هتموت، انا قلت لك 10 مللي بس. انت دلوقتي حاسس بحراره في صدرك بس في نفس الوقت سقعان وقلبك بينبض بسرعه دلوقتي وحاسس ان انت متضايق عشان خايف تموت. فقال له اه حصل كل اللي انت قلته ده بيحصل دلوقتي. فقال له طيب انت دلوقتي ممكن يكون قدامك 30 دقيقه وقلبك يقف وانا قدامي حوالي 20 دقيقه واكون في البلد فهوصل ونتقابل على طول عشان اشوف لك حل. وجيف بيشوف الناس دول واقفين قدام الشاشات دي وبيشوفوا الاخبار وبتكون بتتكلم عنه ان الشرطه بتطارده وبيكونوا راسمين صورته عشان الناس تتعرف عليه وتحرص منه. واسمه اللي واقف بيسمع الاخبار ده بيبص بيلاقي جيف واقف جنبه ومخبي السلاح في هدومه فبيعمل نفسه انه ما شافش حاجه. وجيف بيشوف الظابط اللي على الموتوسيكل بتاعه ده واقف في اشاره فبيتسحب وبيقوم شادد الفردي بتاعه من الجراب وبيرفعه بيه وبيقول له ارجع لورا خليك مكانك، عايزه تعالى خده. وبيقوم راميه فالظابط بيجري عشان يجيبه فبيقوم جيف راكب الموتوسيكل والظابط بيمسك فيه فبيسحله وراه على الارض وبيكمل طريقه وبيدوخ شويه وهو سايق فبيقوم يقف على الموتوسيكل وبينط كمان بيطلع عليه وبيعمل نفسه انه بيطير وبيرفرف في الفضاء وبيفضل طاير ومرفرف لحد ما بيقوم داخل في المكان ده وبيتقلب على الترابيزه وتليفونه بيرن وبيكون حاطه في الشراب. ولما بيرد بتكون حبيبته ايف وبتقول له انت رنيت عليا بس انا كنت نايمه. فقال لها كنت نايمه نوم العوافي، انت نايمه مرتاحه وانا اتسممت وما اعرفش ممكن حد يعرف مكانك ويجيلك يخلص عليكي عشان ياخدوا حقهم مني او يخطفوكي عشان يهددوني بيكي فانت اياكي تتحركي من مكانك على ما اجيلك.
هجيلك، وبيركب الموتوسيكل تاني وبيطلع بيه، ورجاله فيرونا بيكونوا جابوا ايد اخوه اللي اتقطعت وبيحطوها قدامه، فبيقول لهم روحوا هاتوا حبيبته. وجيف بيكون وصل لبيتها بس بيكون غير اللي كان لابسه وبيبقى لابس ترند، وبيقول لها انت شغلت التلفزيون النهارده؟ فقالت له لا. قال لها طب كويس قوي. فقالت له روح اظبط لي الميكروويف اصل في مشكله. فقال لها ميكروويف ايه دلوقتي؟ اسمعي انا ما عنديش وقت كتير، فتعالي معايا وانا افهمك لما نخرج، وانا هشوف لك الميكروويف. حاضر. وبيروح يشوف الميكروويف ماله، بس بيلاقي نفسه داخ، فبيفتح مكنه الوافل دي وبيحط ايده فيها وبيقفل عليها فايده بتتحرق. وايف بتقول له يلا انا جاهزه، فبيقول لها طب يلا. فبتقول له ايه ده انت حرقت ايدك وريني كده؟ فبيقول لها يلا بس. فبتفضل تقول له لا 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 لا، فبيقول لها اسكتي اسمعي الكلام. ورجاله فيرونا بيبقوا وصلوا قدام البيت، واحد من الرجاله بيشوف اسمها في الليسته دي ورقم الاوضه او الشقه، وبيتصل برقم التليفون، فهي بتروح ترد. وجيف بيطلع يجري لحد لما بيوصل له، بيقوم خابط وشه في الكابينه فبيقع وبيغمى عليه، وبيروح لايف تاني بسرعه وبيطلعوا لبره، بس جيف بيلمح وحيد تاني، فبيقوم مفضي الشنطه بتاعت ايف على الارض، فبتنزل تلم الحاجه اللي وقعت منها. وجيف بيجري عليه وبيمسكه وبيجيب رقبته الناحيه التانيه وبيرميه في حمام السباحه ده، وبياخد ايف وبيروحوا على الحي الصيني وبيدخلوا مطعم هناك، وبيقول لها بصي انا قلت لك اني شغال في شركه العاب بس كدبت عليكي، وفي الحقيقه انا عامل سري، وامبارح كنت في مهمه وكان الهدف بتاعي هو راجل تقيل قاعد في لوس انجلوس واسمه دون كيم، بس لما وصلت له ما رضيتش اخلص عليه، وقلت له انا مش هخلص عليك بس اسيب المدينه واختفي. فما بتصدقوش وبتقول له ايه الكلام الفاضي ده، وبتطلع بره المكان وبتقول له انت باين عليك عقلك خاف، بتقول لي انك مسموم وكلام كده مش مفهوم، طب ما تقول لي انك عايز تنفصل عني وخلاص. فبيقول لها انت فاكراني بضحك عليك وما انتش حاسه باللي انا حاسس بيه دلوقتي. وتليفونه بيرن وبيكون كايلو، وبيقول له انا لقيت فيرونو. فقال له فين؟ قال له في مصنع دون كيم. فقال له طب انا جاي لك اهو خلال 10 دقايق وهكون عندك. وبيسيب ايف وبيطلع يجري، وبيكون راكب تاكسي عشان يوصله، وبيدوخ وهو قاعد في السواق بيقول له انت مالك هتموت لي في العربيه؟ انا مش عايز حد يموت لي في عربيتي، خد اضرب الازازه دي بتعمل عضلات زي كده بالظبط خد بالك، فاضربها ترم عظمك بدل ما انت مسلوع كده. فجيف بيرفعها على بقه وبيحس نفسه انه هلوس اكتر، ورجاله فيرونو بيمسكوا كايلو وبيربطوه في كرسي وبيلبسوه كوس في وشه وبيلفوا حبل المشنقه على رقبته لحد لما بيقطع منهم. وجيف بيبقى وصل المكان، بس بدل ما يدخل المصنع على طول بيطلع من على السطح وبيروح بيتسحب وبيرفع السلاح على اسمه ايه ده وبيمسكه بيرميه من فوق السطح، وبينزل للرجاله اللي واقفين في الدور اللي تحته على طول وبيشوف كايلو صاحبه ميت، فبيرفع السلاح على اسمه ايه ده وبيقول له فيرونو فين؟ قال له انا ماليش علاقه بيه، وواحد غيره اللي اتصل بينا عشان يبعدك عن الشارع. فقال له انت تقصد كليته؟ قال له عشان انت باين عليك اتجننت، انت الاخبار كلها بتتكلم عنك وعمال تكسر وتدمر والشرطه وراك. فقال له يعني كليته هو اللي عايز ده؟ قال له احسن حل ليك دلوقتي انك تركن في جنبه وتموت، موت وخلاص. ومره واحده ايف بتطلع في المكان، فبيقوم جيف خبطه بطلقه في نص دماغه خابط ده كمان، ومشطوب الاسم ده بيضرب بخرطوش، فجيف بيتحمى في جثه كايلو وبيجري لعند ايف، فالمشطوب ده بيضربه طلقه بتيجي في الفخ، والاسانسير بينزل بهم لتحت في المشغل ده، والرجاله بينتشروا في المكان وبيدوروا عليه، فبيطلع من ورا الدب ده وبيمسك ايده وبيجيبها تحت ابره مكنه الخياطه، وبياخد السلاح اللي معاه، والرجاله بيضربوا عليه نار وهو بيضرب نار، وكل الستات اللي قاعده في المكان بتقوم تجري، وجيف وايف بيهربوا من الشباك ده وبينزلوا من على السلم، واسمه ايه ده بيضرب من فوق نار، فبيقوم نش واحده بيوقعه كانه اصطاد عصفوره، وباقي الرجاله بيطلعوا وبيضربوا نار، فبيقوم حاطط ايف في العربيه دي وبيركب وبيطلع بيها، والرجاله بيطلعوا بعربياتهم وراه، وايف بتقول له ده انت ما كنتش بتكذب عليا، طب بالنسبه للسم اللي انت قلت عليه ده؟ فقال لها حقيقي. فقالت له هتوقفه ازاي؟ قال لها لازم يفضل قلبي يدق بسرعه، وبيقوم ضارب نار على العربيه دي بتخبط في عربيه تانية وبتتقلب، والعربيه دي بيضرب عليها فبتطلع على الرصيف، فبينزل من عربيته وبيضرب نار على الرجاله اللي جواها بيفنشهم وبيرجع تاني، وبيكمل طريقه لحد لما بيقف قدام محل المون ده وبينزل بيمسك مسامير وبيفضل يدقها في رجله. إيه اللي هو بيعمله ده ما تعرفش. وتليفونه بيرن وبيكون الدكتور وبيقول له انا بحاول ارن عليك من نص ساعه، انا في مكتبي تعالى لي. فبيقول له جاي لك، وبيروح له وبيبقى الدكتور مركب له محلول، وبيقول له انا مش مصدق اصلا ان قلبك لسه بيدق لحد دلوقتي، انت خدت جرعه الدواء بكميه كبيره اصلا. بص يا جيف الحل اللي انا هديهولك ده هو حل مؤقت هيأخر من اللي هيحصل شويه. فقال له بعدين؟ قال له هتموت للاسف مفيش حل يا جيف. فقال له طيب انا محتاج ساعه واحده بس، ساعه واحده عشان اجيب اللي كان السبب في ده، بس في هنا مشكله يا عزيزي المستمع، المشكله انك مش مشترك في القناه ولا عامل لايك، هي دي المشكله، مفيش مشكله اسوأ من كده يعني. وفرونو بيبقى راكب العربيه وبيشوف الاخبار اللي بتتكلم عن جيف، وفجاه تليفونه بيرن وبيكون جيف، فبيقول له الاخبار يا جثه؟ فقال له زباله، عندي صفقه ليك، انا عايز الدواء المضاد. فقال له الدواء المضاد وهتديني ايه في المقابل؟ فقال له السلسله اللي عزيزه على قلبك اللي انا خدتها من اخوك.
فقال له طيب، فقال له خلاص نتقابل خلال تلت ساعة. ففارونو بيقفل معاه وبيتصل بحد وبيقول له في شغل لازم نخلصه، وجيف بيكون وصل للفندق ده اللي المفروض هيتقابلوا فيه، والدكتور بيبقى مركب له منظم لضربات القلب عشان يأخر من اللي هيحصل شوية، وبيجهز السلاح بتاعه وبيركب الاسانسير وبيرقش له شوية برشام منشطات، ولما بيطلع الرجالة بيمسكوه بيقولوا له طلع السلاح اللي معاك، وبيبقى طلع على السطح بتاع الفندق وبيشوف كليته قاعد مع فارونو، فبيقول يا دي الحسرة، وكليته بيقول له اقعد يا جيف، وفارونو بيقول لا فتشوه تاني، فبيفتشوه بيشوفوا جهاز تنظيم ضربات القلب، فكليته بيقول لهم هاتوا البتاع ده كده، فبيديهوله وبيقول منظم لضربات القلب، وجيف بيقول لفارونو انت بقيت الكلب بتاع كليته ولا ايه؟ عشان عايز تلم قرشين وتبقى زيه وفضلت تشمشم وراه زي الكلب، فبيقوم بيرفع عليه السلاح وبيقول له انا مش كلب يالا، فكليته بيقول له اقعد يا فارونو اترزع واقعد، وبيطلع حقنة السم الصيني وبيقول للرجاله امسكوه، فبيقوم رافع عليه ايده كانها سلاح يعني، وفارونو بيفضل يضحك عليه وبيشاور بايده على واحد من الحراس وبيقول بوش كانه ضربه بالنار، وبيكون فعلا خد طلقه في دماغه وبيقع في الارض، واللي بيكون ضربه هو واحد من رجاله دون كيم وبيكون حضر برجالته في المكان، وفارونو بيقول المفروض تكون ميت اصلا، ورجاله الاتنين بيبداوا يضربوا نار على بعض، والشرطه بتبقى وصلت المكان وبتحاصر الفندق، وجيف بيحدف ازازه بتيجي في ايد فارونو والسلاح بيقع منه وبتخرج منه طلقه بتيجي في صوابع ايديه بتطيرها له، وكليته بيطلب طياره عشان تيجي تاخده، واسمه ايه ده بيحدف قنبله، فكليته بيزق واحد من رجالته عليها بيكتمها بجسمه، فالقنبله بتنفجر وبتفرتك جسمه، وكليته ما بيحصلوش حاجه وبيقوم يجري، وجيف الدوخه بتجيله وبيحاول يضرب نار على فارونو بس ولا طلقه بتيجي فيه بسبب ان الرؤيه مش واضحه قدامه، والطياره بتبقى وصلت وكليته بيجري عشان يركبها، فجيف بيطلع من وراه وبيرفع عليه السلاح، فبيقوم فارونو حقنه بالسم الصيني في رقبته فبيقع في الارض، وفارونو بياخد منه السلاح وبيقوم ضارب كليته بالنار وبيركب هو الطياره، وبيقول للطيار اطلع بسرعه يالا، والطياره بتكون طلعت بس جيف بيمسك فيها وهي بتطلع، والطياره بتبقى طايره فوق المدينه وجيف بيمسك في فارونو وبيشد فيه وهو بيحاول يزق فيه وبيقول له انت كده كده ميت يالا، فبيقوم جيف خبطه يد في وشه وبيشد فيه لبره وبيقعوا هما الاتنين من الطياره، وجيف بيمسكه من رقبته وهما في الجو وبيكسرها له، وبيطلع التليفون بتاعه وهو بيوقع وبيرن على ايف وبيسيب لها رسالته الاخيره عشان ما بتكونش في البيت، وبيقول لها انا اسف يا حبيبتي شكلي كده خذلتك، ابقى اشتري لي ورد وسيبيهولي، وبينزل بيترزع على العربيه دي وبيقع على الارض، وبيخلص الفيلم على كده. بس قبل ما تطلع من الفيديو يا عزيزي المستمع الفيلم ليه جزء تاني، فاشترك في القناه وفعل الجرس عشان هنزله قريب ان ما كنتش قفلت القناه، واعمل لايك كمان للفيديو ده لو عجبك، وبس اشوفك في ملخص الفيلم الجاي وسلامات.